اهلا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. كلنا دلوقتي حالا بنستخدم جوجل جيميناي، بنستخدم تشات جي بي تي، بنستخدم اي تطبيق للذكاء الاصطناعي. وده خلانا كتير نسأل سؤال حابب ان انا اجاوب عليه بطريقتي الخاصه. هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكاننا؟ حقيقة لا. اللي هياخد مكانك هو الشخص اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي لصالحه. ازاي؟ كلنا بنفتح الذكاء الاصطناعي نرمي برومت يعمل لنا صورة. ماشي، ده من استخداماته، ولكن استخدمه بشكل صح، استفاد منه. النهارده هشرح لك مثال بسيط جدا، ازاي انك انت تشرح له انت عاوز ايه عشان يجاوب عليك بكافة التفاصيل بشكل مختصر. الذكاء الاصطناعي ما هو الا انك انت كل ما اديته معطيات كل ما قدر ان هو يفيدك اكتر. بمعنى ايه؟ عرفه يعني من البديهيات، مثلا ان انا دلوقتي بعمل بحث عن حاجة معينة، فدلوقتي انا دخلت قلت له ايه، كتبت له المصطلح بس اللي هو مثلا اي حاجه الزراعه، رحت كتبت له الزراعه، راح هو رسلي عن الزراعه. ابتديت اضيف له تفاصيل اكتر، زراعه، الزراعه العضويه مثلا، فابتدى يكلمني بالتخصيص عن الزراعه العضويه. طيب لو انا ابتديت اكتب له انا عندي بحث عن الزراعه العضويه ولازم اقدمه بكره، ولازم يكون ده يشمل صفحتين، والصفحتين دول لازم يكونوا متكونين مثلا من مقدمة وشرح وكذا وكذا على حسب المعطيات. فكل ما تديله معطيات اكتر هيديك اجابة نموذجية. وده اللي هنبتدي نشرحه النهاردة في المثال بتاعنا على جوجل جيميناي. فمن غير ما اطول عليك، تعالى نروح للمثال ونرجع لبعض تاني. كل اللي عليك بتفتح التطبيق، طبعا هو غني عن التعريف، يفتح لك الواجهة دي. تبتدي تسأله سؤال عام، مثلا مش عاوزك تبعد عن محتوى السؤال بتاعك بشكل كبير. يعني أنا أنا عاوزه يشرح لي حاجات في الإنجليزي، فلازم أفهمه الموضوع بشكل كامل شوية. يعني مثلا أنا عندي امتحان إنجليزي، كأنك بتتكلم مع واحد صاحبي، ومحتاج أعرف أكتر عن زمن الماضي البسيط، وأوضح له وأقول له ممكن تشرح لي القواعد الخاصة بالزمن ده، وتبتدي تبعت له السؤال ونشوف هل هو بالظبط يبتدي يرد عليك بشكل تفصيلي، سواء التكوين، سواء النفي، طريقة عمل السؤال، كل التفاصيل دي. طيب لو انت عندك امتحان قول له طيب انا هبعت لك شوية أسئلة وتجاوبني عليها. عرفه انت هتعمل ايه، يعني انك انت تحدد له، تكتب له تفاصيل عامة حتى لو هي بالنسبة لك بديهيات، بس كل ما انت تكتب له حاجات اكتر كل ما هو بيفهم اكتر ويعرف الحالة اللي انت فيها. هنا هو جاهز ومهيأ، انا هيأته ان انا هبعت له اسئلة، فهبعتها له وهو هيفصصها لي ويحللها لي. طبعا هتعمل نفس الطريقة دي في كل حاجة انت هتعملها. تقدر تسألني كمان على الانستجرام لو انت واقع في مشكلة، وانا هساعدك فيها في التطبيق ده، او ازاي تسأله يعني بشكل. وبكده يا صديقي نكون خلصنا شرح حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون استفدت ولو بحاجة بسيطة. المهم، سواء استفدت اعمل لايك، ما استفدتش اعمل لايك برضو، مش تخسر حاجة. احنا اخوات يعني، الدنيا ابسط من كده بكتير. بس كده، لو احتجت اي حاجة ممكن تكتب لي في الكومنتات، ممكن تبعت لي على الانستجرام. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.